السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد مع اخوكم محمد عمر. شركه جوجل بقى بتعلن عن التحفه السنويه بتاعتها، وهي هواتف الجوجل بيكسل، افضل هاتف اندرويد على الاطلاق، لان هو طبعا اندرويد خام، وجوجل هي اللي عامله السوفت وير، وجوجل هي اللي مصنعه الهاتف. ودلوقتي مؤخرا زي ما احنا عارفين جوجل بتعمل المعالج بتاعها وبتعمل حاجات كتير، فانت بتاخد حاجه سيستم متكامل من شركه جوجل. والسنه دي في تغيرات وابهارات وحاجات كتير جدا جدا جوجل عاملاها، بتحاول بقى تغطي على شركه ابل والابهار اللي حاصل من شركه ابل في الايفون الجديد. فاتاكد ان انت تتابع الفيديو للاخر اكيد عشان تعرف كل حاجه جديده موجوده في هواتف الجوجل بيكسل. والموضوع مش تليفون وخلاص، ولكن في حاجات كتير جدا موجوده في السوفت وير حصر في هواتف البيكسل لازم تعرف عنها، ولازم تكون عارف ايه هي، وتبقى عارف ان التكنولوجيا دي وصلت هواتف بيكسل. مبدئيا كده بقى تعالوا نتكلم بينا عن الجوجل بيكسل 8 النسخه العاديه، وبعد كده نروح للنسخه البرو ونشوف الحاجات اللي موجوده في السوفت وير اللي مش موجوده في اي حاجه تاني. السنه دي جوجل عامله ابهار. قبل ما نتكلم عن اي حاجه خليني اقول لك ان هواتف الجوجل بيكسل 8 الجديده، سواء ال 8 العاديه او ال 8 برو، هيكون معاك ابديت 7 سنين، ابديت سكيورتي، ابديت وابديت سوفت وير لمده 7 سنين. ودي حاجه جنونيه وحاجه فظيعه خالص من شركه جوجل، بتحاول بقى تغطي بقى على الحوار بتاع ابل، وان في هواتف من 6-7 سنين لسه بيحصل لها ابديت دلوقتي. فهم عايزين يغطوا على الموضوع ده، لان في ناس كتير كانت بتنتقد هواتف اندرويد، تقول لك يا عم ايه سنتين ابديت ده؟ طب ما انت عندك الايفون، اروح اشتري ايفون اكس وهيبقى لسه في السوفت وير ابديت الجديد، واحنا النهارده في 15 ايفون 15. فجوجل بقى قالت لك لا، الموضوع ده مش هيعدي كده، لازم ننزله عندنا. ف7 سنين ابديت سوفت وير للهواتف دي حاجه جنونيه الصراحه. ما قدرتش اخليها للاخر، لازم اخليك تعرف المعلومه دي في البدايه، وبعد كده نخش بقى على الحاجات الحماسيه برضو فعلا قدام. اول حاجه بقى جوجل بيكسل العادي، التصميم بتاعه الديزاين هو بتاع السنه اللي فاتت، مفيش فيه اي تغيير. الوش والظهر الاثنين من الزجاج، والفريم من الالومنيوم. الجديد بس ان الظهر والوش دلوقتي عليهم طبقه حمايه من نوع فيكتوس. الديزاين المألوف المشهور لهواتف الجوجل بيكسل، الحافه البارزه اللي شايفينها في الظهر دي بتكون بلون مختلف، وبيكون فيها الكاميرات، وبيكون في منتصف الهاتف اللوجو بتاع جوجل. تصميم الهاتف من قدام، الشاشه اللي بتستحوذ على الواجهه الاماميه كلها باستثناء الهول بانش الموجود معاك. والهاتف هنا الجوجل بيكسل 8 بيجي مقاوم للماء والغبار بمعياريه IP68. طبعا تقدر تحط شريحتين 5G، ما تقدرش تحط كارت ميموري. نبدا بقى نخش على الحاجات الثقيله واحده واحده، ومن اهم الحاجات الثقيله الشاشه. الهاتف هنا بيجي بشاشه من نوع اوليد بحجم 6.2 بوصه، فول اتش دي بلس، بكثافه بكسلات 428 بكسل بير انش. شده اضاءه الشاشه دي يا جماعه بتوصل لحد 2000 نتس، ودي حاجه رهيبه جدا جدا جدا. وخليني اقول لك ان النسخه البرو هتوصل معاك لحد 2400 نتس، ودي اعلى اضاءه موجوده على اي هاتف لحد دلوقتي. معدل تحديث الشاشه 120 هرتز، والشاشه طبعا تدعم ال HDR10 بلس. فانت هنا عندك الشاشه وهميه، شاشه خرافيه، كل حاجه فيها ممتازه جدا، الوان ممتازه، سطوع عالي جدا 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 ممتاز، ريفريش ريت عالي، كل حاجه فيها طبعا ممتازه جدا جدا. المعالج احنا زي ما عارفين جوجل بتعمل المعالج الخاص بيها وهو اسمه تنسور، ودلوقتي معادنا مع الجي 3. تنسور جي 3 هو المعالج الجديد الموجود في هواتف البيكسل 8. والمعالج ده فيه 9 انواع، معالج متطور جدا من شركه جوجل 4 نانومتر، معالج موفر جدا في الطاقه، ومعالج قوي جدا جدا. فطبعا بالنسبه للاداء، الاداء طبعا اداء هاتف فلاج شيب، فانت مش هنختلف على الاداء، مش هنتطرق للاداء. هنشوف بقى المعالج ده بيعمل ايه بقى من طرق ذكاء اصطناعي جوجل توصلت ليها طبعا، وحاجات كتير بيعملها في السوفت وير. المعالج ده حاجه رهيبه جدا. الرامات الموجوده في الهاتف هنا هي من نوع LDDR5X، وهي الاحدث في العالم حاليا والاسرع. والذاكره الموجوده هنا من نوع UFS 3.1، برضو ذاكره سريعه جدا. فطبعا الهاتف هيكون طياره معاك، دي مش محتاجه اي كلام. طبعا الهاتف بيجي باندرويد 14 الجديد، وهو طبعا اول هاتف بيجي بالاندرويد الجديد بتاع شركه جوجل. طبعا اندرويد خام، هنا السكين طبعا بتاعت جوجل اندرويد خام، والتحديثات زي ما قلنا مستمره ل7 سنين، حاجه بوم مش من الاخر. الجوجل بيكسل 8 بيجي بنسختين، نسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رامات، او 256 جيجا مع 8 جيجا رامات. نخش على واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز هواتف البيكسل، وهي الكاميرات. الكاميرات طبعا في هواتف البيكسل لسنين كتير جدا كانت حاجه واو جدا. الكاميرا الاماميه هنا بدقه 10.5 ميجا بكسل، فتحه عدسه f2.2، بتصور 4K 24 فريم في الثانيه و30 فريم في الثانيه. النسخه ال8 العاديه بتيجي بكاميرتين في الظهر، كاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.68، وبتدعم الليزر اوتو فوكس والاو اي اس المثبت البصري. والكاميرا الثانيه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.8
2.2 ودي كاميرا الالترا وايد. طبعا الكاميرا الخلفيه بتصور برده 4K 30 فريم في الثانيه وبتدعم كل بقى المثبتات والكلام ده كله ومفيش اي مشاكل في الحوار ده. طبعا من حبش شكلات الهاتف بقى، طبعا الهاتف لا يدعم فتحه سماعات 3.5 مللي. الهاتف هنا فيه NFC، البصمه موجوده هنا اسفل الشاشه طبعا. والهاتف هنا بيجي بسماعات ستيريو، سماعات طبعا بتديك صوت محيطي حوالين منك، حاجه رهيبه جدا، حاجه لازم تكون موجوده. الهاتف هنا بيجي بثلاث الوان وهما الاسود والرمادي والذهبي. وزن الهاتف 187 جرام. بطاريه الهاتف 4575 ملي امبير. بتدعم الشحن السريع 27 واط عن طريق منفذ تايب سي، وبتدعم الشحن اللاسلكي 18 واط، وبرده بتدعم الشحن العكسي. طبعا بطاريه مميزه، استهلاك للطاقه طبعا هيكون قليل جدا مع المعالج الجديد بتاعهم. كل دي حاجات طبعا ثانويه ما فيهاش اي مشاكل في الهواتف دي. طب سعر الهاتف كام بقى؟ اهم حاجه تسعير الهاتف. والصراحه تسعير الهاتف زاد عن السنه اللي فاتت، مش هو ولا اقل ولا اي حاجه. تسعير الهاتف زاد وده ليه بعض الاسباب هنعرفها قدام شويه. الهاتف بيبدا مع النسخه ال 128 جيجا وال 8 جيجا رامات بسعر $800. السنه اللي فاتت كان بيبدا من $700، السنه دي زاد $100 بقى بيبدا من $800. والنسخه ال 256 جيجا مع ال 8 جيجا رامات بسعر $760. نخش على الوحش بقى النسخه البرو ونعرف الاختلافات اللي موجوده في النسخه البرو مش موجوده في النسخه العاديه. طبعا هو نفس الهاتف ولكن في بعض الحاجات الزياده اللي بتخليه برو. اول اختلاف وزن الهاتف زاد معاك بقى 213 جرام. على فكره الحوار ده بيفرق مع ناس كتير جدا تعرف وزن الهاتف. طبعة الحمال موجودة على وش الهاتف وظهر الهاتف من نوع فيكتوس الاصدار الثاني. في النسخه العاديه الاصدار الاول فيكتوس بس، هنا فيكتوس 2. الشاشه هنا كبرت بقت بحجم 6.7 بوصه، وكمان الريزوليوشن عالي بقى كواد اتش دي. وطبعا سطوع الشاشه زي ما قلنا 2400 نتس، بيوصل معاك لحد 2400 نتس وده اعلى اضاءه موجوده على اي هاتف حاليا. مساحات التخزين هنا زي ما هي 128 جيجا او 256 جيجا او 512 جيجا او 1 تيرا، ولكن مع 12 جيجا رامات. الكاميرات نفس الكاميرات، العدسه الاساسيه هي ولكن هنا معانا عدسه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.8 ودي كاميرا تيلي فوتو بتعمل 5 اكس زوم، بتقدر تعمل تقريب 5 مرات زوم حقيقي بدون ما تفقد اي تفاصيل في الصوره خالص. والعدسه دي فيها OIS مثبت بصري، عدسه التيلي فوتو دي. والعدسه الاخيره 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0 ودي كاميرا الالترا وايد. فزي ما احنا شايفين الكاميرات هنا فيها اختلاف. طبعا النسخه البرو افضل بكتير من النسخه العاديه، وكمان في حاجات تقدر تعملها دلوقتي هنقولها، مميزات دلوقتي جايه معانا عن طريق السوفت وير. البطاريه هنا كبرت في النسخه البرو بقت بحجم 5050 ملي امبير. بتدعم الشحن السريع 30 واط، زودوا 3 واط قال يعني كده عملوا فرق يعني عن طريق منفذ تايب سي. بس بتدعم الشحن اللاسلكي 23 واط، هنا زودوا 6 بقى يعني في فرق برضه. وبرضه بتدعم الشحن العكسي. النسخه البرو بتيجي بثلاث الوان وهما الاسود والازرق والذهبي. وبرضه سعر البرو زاد جدا، بيبدا معاك من النسخه البيزك $1000 بقى زيه زي اي هاتف تاني. السنه اللي فاتت برضو كان بيبدا من $900، دلوقتي بقى بيبدا من $1000 وبيوصل معاك كمان لاعلى نسخه لحد $1400. الصراحه زياده الاسعار دي يعني حتى لو هي $100 بس انت بتاخد مقابلها 5 سنين زياده ابديت سوفت وير وبتاع الكلام ده، ودي هواتف معمره. الهواتف بتاعت البيكسل دي هواتف معمره معاك، لو انت حافظت على الهاتف ده هيعيش معاك الى ما شاء الله ال7 سنين هيعيشهم معاك فعلا حقيقي. تاخد التليفون ما دام في ابديت معاك خلاص فكك بقى من اي حاجه خليه معاك. من المميزات بقى بتاعت السوفت وير الجديده، تقدر تقول لجوجل اسيستنت انت عندك دلوقتي صفحه من الويب موجوده معاك، تقدر تقول جوجل اسيستنت لخص لي الصفحه الكبيره قوي دي في كام سطر زي ما احنا شايفين قدامنا، فهتلاقي معاك كام سطر صغيرين عن طريق جوجل بارد الجديد، طبعا المنافس لشات جي بي تي بتاع جوجل. في حاجه كمان دلوقتي ضافوها في السوفت وير بتاع الكاميرا، انت دلوقتي بتلقط اي صوره او بتلقط اي فيديو بالتليفون بتاعك وتحفظه في الجاليري عندك وتنساه بعد كده في حاجه اسمها ماجيك اديتور، ده بيعمل ابلود للفيديو بتاعك او الصوره بتاعتك للكلاود وبيقعد ساعه او ساعتين كده بيعمل فيهم بقى الماجيك بتاعك. بعد كده بتنزل الفيديو ده او الصوره دي بتلاقي بقى في تحسينات موجوده في الفيديو، فيديو في كلر جريدنج وفي بقى اديت كده وحاجات كده حصلت في الفيديو بتاعك، بقى حاجه رهيبه جدا والصوره بتاعتك بقت رهيبه جدا. ولكن دي حاجه لسه مش ملموسه حاليا دلوقتي، بس جوجل بتقول لك سون قريبا، وطبعا ما دام قالوا حاجه زي كده هتبقى حاجه رهيبه جدا. فانت تخيل انت بترفع حاجه حتى لو مالكش في اي حاجه هتبقى بعد كده بوم معاك كأن حد عامل لك عليها اديت. كمان هتقدر تشيل مشاهد معينه واشياء معينه من الصوره بتاعتك او من الفيديو بتاعتك او من الفيديو بتاعك بان انت تعمل سيركل عليها كده او
تحدد او تظلل عليها كده هتلاقيها اختفت من الصوره بتاعتك وبقت صوره واقعيه جدا كأن مفيش فيها اي حاجه. طبعا الموضوع ده اسمه ماجيك اريزر. او تقدر تعمل حاجه اسمها ماجيك اديتور، تقدر تعمل سيلكت للاوبجكت اللي انت شايفها بتاع الطفله دي مثلا، وتقدر تغيرها كمان من مكان الباك جراوند بتاعتها، تخليها يمين شويه شمال شويه في النص، الكلام ده كله. تقدر تغير كمان السما بتاعتك، تقدر تغير كمان الشادوز بتاعتك والحاجات دي كلها. حاجه يعني سحر، وزي ما انت شايف كلها حاجات واقعيه جدا. طبعا الموضوع ده هيفتح لك افاق جديده جدا في السوفت وير، تقدر تعمل بيها طن من الحاجات او ملايين من الحاجات اللي بعد كده هيحصل لها ابديت ويبقى فيها حاجات محدثه اكتر. يعني دي البدايه بس. في حاجه كمان اسمها بيست تيك. لو انتوا جروب مثلا واقفين كذا واحد مع بعض، عيله شله، طبعا في صوره جماعيه للناس دي كلها، فبيحصل فيها اخطاء كتير. انت بتاخد الصوره وانت بتاخد في ناس كتير واقفه مبتسمه وبتبص للكاميرا، في ناس وهي خدت الصوره وهي بتلعب في شعرها وهي بتبص الناحيه الثانيه وهي بتعمل اي حاجه. فهنا عن طريق السوفت وير هيقدر يحدد لك الناس دي، تقدر تتحكم في السمايل بتاعتهم، تلف وشه شويه كده ناحيه اليمين، تعدل وشه تجاه الكاميرا، تخليه يضحك بدل ما هو مكشر، تعمل حاجات كتير غريبه. فانت هيبقى في حاجات رائعه جدا يا جماعه. في حاجه كمان اسمها اوديو ايريزنج كمان في الفيديوهات بتاعتك اللي انت لقيتها بالبيكسل 8 او ال8 برو على الهواتف دي، او حتى لو انت موجودين هم في المكتبه بتاعتك على الهواتف دي، تقدر تعمل ايريز او تقدر تعمل تحديد للصوتيات اللي في الخلفيه زي اللي موجوده في الصور، تقدر تشيلها. تقدر تشيل كمان الصوت اللي انت مش عايزه من الباك جراوند بتاعتك، حد اتكلم وراك، في حاجه حصلت، في صوت عايز تشيله من الخلفيه بتاعتك، صوت بقى اي حاجه مزعجه معاك، تقدر تشيله عن طريق الاوديو ايريزنج ده او اوديو ايريزر. الخلاصه يا جماعه ان المعالج ده والسوفت وير الجديد بتاع جوجل والمعالج الجديد بتاع جوجل بيعملوا حاجات كتير جدا ممتازه، وهنشوف بقى الذكاء الاصطناعي بيتوغل اكتر واكتر وبيخليك تعمل حاجات كتير انت ما كنتش تتوقع ان انت تقدر تعملها بالتليفون بتاعك بضغطه زر بسيطه جدا، من غير ما تخش بقى المواقع بتاعت اي او الكلام ده كله موجود في الهواتف دي. فعشان ما نطولش بقى وقت الفيديو، كل حاجه هتعرفها اكيد بعدين ان شاء الله لما يبدا بقى الحاجات دي تبقى موجوده رسمي بعد السوفت وير ابديت اللي هم قالوا عليه كامينج سون ده. فان شاء الله نشوف الحاجات دي قدام شويه. ودي كل حاجه بقى عن هواتف جوجل بيكسل الجديده، جوجل بيكسل 8 وال8 برو. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.